للنادي الاسماعيلي. حسام غالي حطها على جنب لربيعه، للامام وليد سليمان. احمد فتحي بيضغطوا بشكل جيد في كل مساحات الملعب. فتحي يشيل عرضيه خطيره، ممكن جول جول جول. عبد الله السعيد الهدف الاول. العرضيات السليمه هي اللي تخلص لك. احمد فتحي بيسجد بعد العرضيه اللي عملها ايه بلسم يا ابني اللي فاتت. حلوه حلوه من احمد فتحي، موجود وحاضر بعبقريه عبد الله السعيد اللي بيسجل لتاني لقاء على التوالي بعد ضربه جزاء الطلائع. السعيد امام التعدين والنصر للاهلي بجون في الدقيقه 33 1-0. وهنشوف العرضيه تاني اللي اتكلمنا وقلنا اول ما صبر رحيل من دقيقتين 3 عمل واحده جوه ال 18. انما بص العرضيه السليمه، واول مره بقى يهرب من ورا المدافعين عبد الله السعيد بحاله من الاهمال الدفاعي للخطوط الخلفيه للاعيبه التعدين. الاهلي بيسجل اول اهدافه 1-0. عبد الله السعيد اللي هيعتلي النهارده قائمه الهدافين ب8 تجوان ويسبق كده وليد سليمان ومؤمن زكريا. كانوا الثلاثة جايبين كل واحد جايب 7 تجوان قبل مواجهة اليوم. وليد ومؤمن وعبد الله السعيد. عبد الله بقى 8 تجوان ويوصل للرقم 74 في تاريخه في الدوري، يكون أحد الحلول في الأوقات اللي جاية. عمرو بركات، أجاييه، عمرو جمال، 4 أسماء. نشوف الهجمة من الجبهة الشمال، ميدو جابر طلعها لبره في منتهى الخطورة. جول جول جول. عبد الله السعيد اتقل تاخد حاجه نظيفه باقل مجهود. عبد الله السعيد بيجيب جونين، حتى الراجل اهوت بكل هدوء في الفرحه. ثنائيه اهلاويه، وطارق سليمان وعبد الحفيظ بيقولوا للكابتن حسام البدري في المدرجات المهمه انتهت بنجاح لغايه الدقيقه 50. 2-0 والجونين عن طريق عبد الله السعيد اللي قلنا كان غايب عن التهديف من الاسبوع رقم 16 ورجع في الاسبوع اللي فات امام طلائع الجيش بضربه جزاء اللي قلنا برضو واحنا بنعلق على المباراه هترجعه لحالته التهديفيه. اللعيب لما بيغيب بيحتاج الثقه. انما بص عرضيه ميدو جابر وهي جايه له واخد القرار وعارف هيتصرف ازاي، عكس لعب كوليبالي اللي ما قدرش ان يطلعها لبره كده في الشوط الاول. اتكلمنا عليها كتير. انما 2-0 هتصعب المهمه تماما. جه في الجبهه اليمين، حطها لتحت للي جاي احمد فتحي اللي لسه لغايه دلوقتي ما طلعش واشتغل لقدام. لسه الكره جوه الملعب، خطفها ميدو جابر، يلعب عرضيه طلعت عبد الوهاب. ممكن الثالث سليمان كوليبالي. وريني الشقلباز يا ابني. ادي سليمان كوليبالي وخطأ من طلعت عبد الوهاب. قال لك اطلع ولا ما اطلعش. موجود سليمان كوليبالي اللي بيسجل بعد ما غاب لقاءين وبعد عن التهديف. يرجع سليمان كوليبالي الخطير الشرير بجون ثالث مع الدقيقه 61. الاهلي 3-0 قلنا في لقاء هادئ تماما، وكل ربع ساعة يطلعوا لنا إنتاج هجومي جديد. مع بداية الشوط الثاني مع الدقيقة 51 سجلوا. آدي الغلطة اللي عملوها وكانت الكرة جوه الملعب، خطفها ميدو جابر اللي بيعمل جونين النهارده. والتمركز الدفاعي وحالة الفوضى اللي جوه 18 إسلام صيام مع أحمد عبد الموجود استغلها كويس قوي سليمان كوليبالي، وخطأ كبير لحارس المرمى عشان يحطها سهلة ويجيب النهارده 6 أهدافه. 3-0 للنادي الاهلي، نفس نتيجه الدور الاول. انما لسه في وقت كبير. هل يزيد الرصيد؟ ترجع الكره لورا، لعيب داخل بيترقص لوحده. في ماتشات الكره تبقى ماشيه معاك. بص الراجل بتاع التعدين بيقول له رقصني رقص. عرضيه خطيره، ممكن جول جول جول. ايه العرضيات دي وايه الهاتريك ده؟ عبد الله السعيد 3 اهدافه والجون الرابع مع الدقيقه 69. انما فتحي مطلع عرضيتين النهارده ايه منتهى الجمال والروعه. ادي البدري هتلاقيه فاكك بقى. هات لنا وش البدري يا راجل وهو فرحان. هو انت لازم تجيب لنا الوش الثاني؟ بص اللعبه، اكرم توفيق يا سلام يا اكرم. عرضيه فتحي اللي بتقول لك هات جون هات جون. فريق مستسلم تماما، متأخر ب4 تجوان. التعدين 0 والنصر الأهلي برباعية منها هاتريك لعبد الله السعيد اللي النهارده بيعدي رقم عماد متعب هداف النادي الأهلي ب75 جون. إنما يوصل للرقم 76 عشان يعادل على فكرة رقم النجم أحمد عيد عبد الملك هداف الدوري من اللعيبة الحاليين ب76 هدف خلال تاريخه. أحمد عيد عبد الملك سواء في وجوده مع حرس الحدود، الزمالك، مع طلائع الجيش.